من كام يوم كده كان في مباراة في الدوري الأوروبي ما بين فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي وفريق أياكس أمستردام الهولندي. وبعد الماتش هولندا حرفيا ولعت، حصلت اشتباكات بين الجمهور الإسرائيلي وهولنديين من أصل مغربي وجزائري. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إصابة 10 إسرائيليين و4 مفقودين. وبصراحة المغاربة والجزائريين في هولندا رجالة وعملوا مع الإسرائيليين الصح وزيادة. وعشان تعرف إيه اللي حصل ومين اللي كان السبب في بداية الاشتباكات تابع معايا الحلقة. قبل مباراة الفريق الإسرائيلي في هولندا بيوم واحد سافر المشجعين الإسرائيليين لهولندا عشان يشجعوا فريقهم. بس الظاهر كده إن المشجعين الإسرائيليين كانوا عارفين ومخططين للي هيعملوه لغاية ما الرجالة ظبطوهم. المهم إن المشجعين الإسرائيليين أول ما وصلوا على هولندا بدأوا يمشوا في الشوارع، وأول ما يشوفوا أي علم لفلسطين ينزلوا العلم ويقطعوه. وقبل بداية المباراة رفض المشجعين الإسرائيليين إنهم يقفوا دقيقة أحداث على أرواح ضحايا الفيضانات اللي حصلت في أسبانيا، وراحوا مولعين الشماريخ وهاتف في سفارات الاستهجان. وطبعا الإسرائيليين عملوا كده بسبب اعتراف أسبانيا بدولة فلسطين ورفضها بيع السلاح لإسرائيل. المهم إنهم بعد ما خدوا على دماغهم في المباراة خرجوا بعد الماتش عشان يكرروا نفس اللي عملوه قبلها بيوم، وبدأوا إنهم ينزلوا أي علم فلسطين موجود على البيوت ويقطعوه. طبعا مين اللي ما عجبوش الكلام؟ الهولنديين اللي من أصل عربي، واللي أساسا من قبلها بيوم كانوا مقدمين طلب للشرطة الهولندية بإنهم يعملوا وقفة احتجاجية بسبب وجود الفريق الإسرائيلي في هولندا، والشرطة الهولندية رفضت. لكن لما كان الإسرائيليين بينزلوا علم فلسطين من على البيوت ويقطعوها الشرطة الهولندية عملت مش واخدة بالها. المهم إن الهولنديين من أصل عربي راحوا مولعين في علم إسرائيل واشتبكوا مع المشجعين الإسرائيليين وسحلوهم في شوارع هولندا، لدرجة إن بعضهم رمى نفسه في المية الساقعة وبقى يقول فريدم فلسطين، الحرية لفلسطين، عشان بس يهرب من اللي بيعملوه فيه. ده غير الإعلان عن 4 إسرائيليين مفقودين ومش عارفين إذا كانوا مخطوفين ولا حصل لهم إيه. تروح الشرطة الهولندية تعمل إيه بقى؟ تعتقل 62 واحد من اللي شاركوا في الاعتداء على الإسرائيليين. وأنا بالنسبة لي كمواطن مصري وعربي من حق أدافع عن فلسطين وأقول لك يا صديقي العزيز، عملوها الوحوش، يا ريتني كنت معاهم.